سؤال مختصر. وأننا اليوم تعيش على إيقاع أول مهرجان في تاريخها. وقعوا في نظركم على الساكنة، وطبعا مهرجان بهذا الحجم ذو طابع تربوي ترفيهي رياضي اجتماعي أيضا. كلمتكم بخصوص هذا الموضوع. واننا تنعتقدوا حنا اليوم هذا اول عرس تعيشوه لنا اليوم، لانه حفل من هذا النوع، مهرجان من هذا النوع، اول مهرجان من هذا النوع غادي يدار بالمعارض والمنتوجات المحليه اللي تتعرض الان في ونانه. الزوار اللي جاوا لونانه، الضيوف اللي توافدوا اليوم على ونانه، الاشعاع ديال ونانه، انتم رجال ونساء الاعلام اللي حاضرين وجيتوا من مناطق بعيده باش تشاركوا ساكنه ونانه هذه الفرحه. هذه الفرحه لم يسبق لها مثيل. كان مجهود كبير، كان عمل. هذا اول مهرجان ولكن ليس اخر مهرجان. هذا المهرجان غادي يتوج في كل سنه ان شاء الله. غادي يكون الدعم، لان السيد رئيس المجلس القروي والساده الاعضاء وساكنه ونانه بذلات مجهود كبير وفرت الامكانيه. واكيد وكما يعلم الجميع هادشي اللي تتشوفوا اليوم راه الناس والسكان ساهموا ماديا باش يفرحوا ساكنه ونانه، وماشي ساكنه ونانه وبس، ساكنه ونانه والمناطق المجاوره والاقليم وتا الناس اللي جاوا من جهه. هذا العمل في الحقيقه مشكورين عليه ساكنه ونانه، ومعروفين بالكرم ديالهم، الكرم ديال الضيف وديال الضيوف اللي تيجيو لعندهم. هاد الناس تيستحقوا التشجيع رغم ان المنطقه مقصيه مهمشه، كانت عانت الكثير. الان ولله الحمد مع السلطه الاقليميه، مع عامل الاقليم، مع المنتخبين، مع الجميع بذلوا جهود كبيره، ورئيس المجلس كذلك بذل مجهود كبيره باش هاد الجماعه وهاد القبيله ديال ونانه تخرج من الظلمات الى النور. لان هاد المنطقه اللي تدعيش بلا ماء بلا ضوء بلا بنيه تحتيه بلا سبيطار تستحق ماشي المهرجان. والناس ديالها تستحقوا ماشي غير يفرحوا ويخرجوا ويشوفوا ويشريوا ويشوفوا الحاجه اللي ما عمرهم شافوها ولا اللي كانت بعيده عليهم قربوها لعندهم. في اعتقادي انا كود هذه المنطقه وكمسؤول كرئيس مجلس العماله في هذه المنطقه، انا اليوم في الحقيقه استبشرت خيرا واطمأنت على هذه الساكنه، وبان لي كاين واحد الروح ديال العمل الجماعي في هذه المنطقه وفي هذه القبيله. وهذا العمل الجماعي غادي يعطي نتائج. وتنشكر العارضين اللي جابوا المنتوجات والمسؤولين على هاد العارضين اللي وفروا لهم الشروط باش يجيو لهنا. وتنشكر كذلك الجماعه، تنشكر الدرك الملكي، تنشكر السلطه المحليه والسلطه الاقليميه وجمعيه المجتمع المدني اللي ساهموا في انجاح هذا المهرجان، اللي في الحقيقه غير الا شفتوا البهجه والفرحه اللي تلاحظوها واللي تشوفوها على وجوه المواطنين، هذا تاكيد على ان المواطنين فرحانين وعاجبهم الحال.